بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم حبيت نتكلم معكم على موضوع خطير أراه أنا خطير جدا، وهو عدم العدل بين الأبناء. وكم منا لم يرى هذا التصرف في أسرته. كثيرا ما نرى هذا في أسرنا مع الأسف، عندما يفرق الأب والأم يفرقوا بين أولادهم، هذه كارثة كبرى ينجم عنها أن الأولاد يصيروا يكرهوا بعضهم بعض، ويكرهوا حتى الأم أو الأب اللي ما عدلش بعض. يعني أيها الأب أيتها الأم، اعدلي بين أولادك. لما تجيبي هدية ما تعطيهاش لحد وتخلي غيره ينظر أبدا. كارثة كبرى، كارثة كبرى. الابن لما يشوف أخوه مميز عنه يصير يكرهه من الصغر، ولما يكبر تكبر معه الكراهية. فما تجيش مثلا انت تجيب لي هدية لواحد، تجيب مثلا بنطلون لواحد وتقول ها هو أخوك، كأنك انت لبست. لا، مش هو اللي البس اللي جبت له انت البنطلون. لما تجيب مثلا علبة شوكولاتة ما تعطيهاش لواحد وتقول لأخوك كأنك انت أكلت. لا، انت ما أكلتش، أخوك اللي أكل. ماشي؟ فهمتوا علي يا إخوان؟ والحديث قياس، انتم فاهمين؟ إذا أنت أعطيت هدية لازم تعطي أخوه الثاني، تعطي له هدية، وإلا تعمل تفرقة من البداية، وتكبر هذه التفرقة ويكبر هذا الكره شديد. راح الكره ما يكونش بين الإخوان فقط، راح يكون بين الإخوان وحتى الأم والأب، راح يكرههم الأولاد لأنهم يشوفهم غير عادلين. هذا هو يعني الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى. هو عارف الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله طبعا أنه نفسية الأولاد أنهم يكرهوا بعضهم بعض إذا حصلت التفرقة، حتى ولو هم إخوة. يعني أنا ما نطلبش منهم يكونوا متحدين، ونطلب منهم يكونوا إخوة ويحبوا بعضهم بعض وأنا نفرق بينهم. مستحيل، مستحيل. أنا نجيب هدية الابن نعطيها له يفرح بها، والثاني نقول له افرح لأخوك لأنه فرحان. مستحيل يفرح، مستحيل يفرح. أنت تطلب المستحيل. هذه أحاسيس بشرية في كل إنسان معروفة. ما تجيبش هدية لواحد تميزوا بها، هدية كبيرة تجيبها لواحد وتخلي ثاني ينظر. إذن أنت توقع بين الأخوين، أنت توقع بين الأخوين، وما تقولوش يعني ما تطلبش منه المستحيل. هذاك يستمتع بالهدية، وثاني تقول له شارك أخوك الفرحة. كيف يشارك أخوه الفرحة؟ كيف يشارك أخوه الفرحة إذا مش هو كمان خذ هدية مثل أخوه؟ إذن حذاري، حذاري يا إخوان، حذاري يا أمهات، حذاري يا أباء من التفرقة بين الأبناء. هي أكبر ضربة للأولاد، هي أنك تفرق بينهم، تعطي لهذا وتخلي هذا، وتطلب من اللي ما عطيتلوش. مش كفاية أنه ما أخذش الهدية، تطلب منه كذلك أنه يشارك أخوه الفرحة. كيف يشارك أخوه الفرحة؟ من وين يجيب مشاعر السعادة إذا هو ما تلقاش نفس الهدية؟ والحديث قياس يا إخوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.